السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد. هنكمل في الفيديو ده الريسبونسيف ديزاين وهنستخدم بلجن البريك بوينتس في فيجما، واللي هيخلينا بفريم واحد بس نقدر نوصل لاشكال الديزاين بتاعتنا المختلفه بتاعه الديسكتوب والتابلت والموبايل. يلا بينا نكمل مع بعض الريسبونسيف ديزاين ونشوف ازاي ممكن نستخدم بلجن البريك بوينتس في فيجما. طيب، احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا الشكل النهائي اللي هنوصل له بعد ما نضيف البروبرتيز بتاعه البلجن اللي هو اسمه بريك بوينت. سريعا كده خلونا نعرف بالظبط ايه هي البريك بوينتس. ببساطه كده هي البريك بوينت دي الريزولوشن اللي بيجي عنده عرض الديفايس اللي احنا عليها يتكسر ويوصل لديزاين مختلف. يعني لو احنا لاحظنا كده هنلاقي ان احنا عند 1280 ده كده ديسكتوب. طول ما انا بقلل انا كده تمام ديسكتوب لحد دلوقتي، لحد ما هاجي اوصل عند النقطه بتاعه ال 992. اول ما انزل عنها، اول ما اقل عنها، ابتدي اخش في التابلت ديزاين وافضل بقى اقلل لحد ما اوصل عند ال 576. كده انا وصلت للموبايل ديزاين. وطبعا زي ما احنا شايفين كده الهامبرجر منيو ظهرت والهيدر بتاع الموبايل ظهر وهكذا لحد الاخر خالص. وهي دي البريك بوينت، النقطه اللي باجي عندها الديزاين بتاعي يتكسر ويتحول لشكل ديفايس مختلف سواء ديسكتوب او تابلت او موبايل. طيب يلا بينا بقى نبتدي من الاول خالص كده نشوف بقى هنعمل القصه دي ازاي. ممكن نمسح الكومبوننتس، هو كده كده البلجن بيحول الفريمز بتاعتي الكومبوننتس. ناخد بس باك اب كده ونسيب دول كده على جنب عشان لو باظوا نقدر نرجع لهم تاني. دايما كده نحاول لما نيجي نشتغل على حاجه جديده واحنا اوريدي عاملين ديزاينز ناخد باك اب منهم نشتغل عليها عشان لو الدنيا باظت نعرف نرجع لهم تاني يعني. طيب تعالوا نبتدي كده بقى مع بعض. نفتح البلجن بتاع البريك بوينتس بتاعنا. هو طبعا البلجن بيبقى ليه فري ترايل 15 يوم لكل فايل. كل فايل جديد هتدوس على البلجن هيبتدي معاك ال 15 يوم الترايل. هندوس على نيو ادابتيف لاي اوت، بعد كده هيظهر لنا كده ويندو هو مطلعها كده هنحطها هنا على جنب. طبعا بريك بوينتس ملهاش ارقام ثابته مبدئيا، كل واحد حر يعمل اللي هو شايفه المتناسب مع البرودكت اللي هو عامل له الديزاين او الويب سايت اللي هو شغال عليه. مش هنختلف في كده. بعد كده هلاقي عندي بقى البريك بوينتس بتاعتي هي بتبتدي ب 320. طبعا الارقام دي احنا ممكن نغيرها زي ما احنا عايزين، مفيش مشكله خالص، بس هو المينيمم كده عنده 320. احنا هنقول مثلا من 320 لحد 576 ده كده الموبايل مثلا. وبعد كده هدوس على البلس هنا عشان اعمل بوينت جديده، دي كده 576. بعد كده هندوس بلس تاني نقول ان من 576 الى 992 ده كده التابلت من رينج ال 576 لل 992. هو مش عارف ليه مش عايز يضيفها. اوكي، دي اللي في الاخر دي ممكن نخليها اي حاجه، ممكن نخليها مثلا 1200 مش مشكله، ودي كده نخليها 992. انا كده عندي من 320 576 ده كده الموبايل، من 576 لل 992 ده كده التابلت. من فوق ال 992 هبتدي كده الديسكتوب بتاعي. هاجي بقى مثلا عند رينج ال 320 وال 576 ده هدوس على بلس دي، وبعد كده اختار الفريم بتاع الموبايل اللي احنا عملنا له الديزاين بتاعنا. وبعد كده هاجي عند من 576 ل 992 هدوس برضو على البلس، هيقول لي سيلكت الفريم. اجي عند فريم التابلت عشان ده الرينج بتاع التابلت، هدوس كده هو عمل لي التابلت ديزاين. بعد كده هاجي بقى فوق ال 992. طبعا 1200 دي ممكن اخليها مثلا 1920 ايا كان، انا الرقم اللي في الاخر ده انا مش محتاجه يعني. فهدوس على البلس دي وهدوس على الديسكتوب بتاعي، فكده انا ابتديت الديسكتوب من اول 992. كلام جميل جدا. تعالوا بقى نتست كده ايه اللي هيحصل لما نصغر ونكبر في الفريم ده. نطول كده شويه بس وبعد كده نجرب مع بعض. هو طبعا حط بقى البريك بوينتس فوق اهي 320 ل 576 ده كده الموبايل المفروض، وبعد كده ده كده رينج التابلت. احنا بالفعل ده التابلت ديزاين اللي احنا عاملينه هنا اهو، اللي احنا صممناه يعني في الفيديو اللي فات. وطبعا الفيديو اللي فات بتاع الريسبونسيف ديزاين هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. بعد كده عندي فوق ال 992 زي ما قلنا ده كده الديسكتوب ديزاين. بعد كده تحت ال 992 ده كده التابلت ديزاين. نفضل ماشيين شويه لحد ال 576. هو كده ابتدى في الموبايل فيو لحد بقى الى ما لا نهايه. طبعا احنا شايفين ان في مشاكل في الريسبونسفنس، ودي برضو بتبقى فرصه كويسه ان احنا لو في مشاكل في الريسبونسفنس نبتدي بقى ان احنا نشوف ايه هي المشاكل ونعدلها، بحيث لما نيجي نبريزنت الموضوع يبقى شكله لطيف ما فيهوش اي مشاكل. احنا ممكن بقى نقفل الويندو بتاعت البريك بوينتس كده، احنا مش محتاجينها تاني. نبتدي بقى نعدل نشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندنا. احنا من اول 992 كده احنا ابتدينا في الديسكتوب، وطبعا احنا ابتدينا في الديسكتوب في مساحه كبيره جدا يمين وشمال، زائد ان في الجزء ده احنا عايزينه جنب بعض مش تحت بعض كده. برضو نفس المشكله هنا. تعالوا طيب
طيب نقول ان دي 992. عايزين بقى نظبط الكلام ده، ممكن بقى نروح للديسكتوب فريم بتاعنا ونخليه 992. نشوف كده لما نخليه 992 ايه المشاكل اللي ممكن نحلها مع بعض. ممكن نبتدي بقى ايه، يعني نوسع الدنيا شوية هنا بحيث الفريمز تبقى كبيرة شوية. يعني ممكن نخليها ايه، ممكن نخليها 960 مثلا، نخليها في النص كده. تمام. ونيجي عند السكشن الاولاني ده نشوف كده ليه هو بينزل تحت بعضه. ممكن نخليه الجزء الاولاني اللي هو دوت. تمام، هو معمول راب صح كده من الفيديو اللي فات. احنا ممكن نخليه اللي هو اوتو بالظبط. هو كده بالفعل جه جنب بعض بس هما لازقين في بعض شويه. احنا ممكن بقى نظبط شويه حاجات كده. يعني ممكن ندي هنا مثلا صوره ممكن نقللها شويه او نديها مثلا زي مارجن او كده. ممكن نوصلها لايه، يعني ممكن مثلا نوصلها ل 400 وهو ده المينيمم بتاعها. طيب كويس. يعني ممكن نخليها فيل، ممكن نخلي الصورة فيل. وممكن هنا ندي بادنج مثلا 48 بحيث ان هي على الاقل ديزاين اللي هو ال 992 تبقى ظاهرة تمام يعني زي ما انا عايزها بالظبط. فكده شكلها قشطة لطيف. يعني البارتنرز طيب البارتنرز بما ان هم معمولين راب هيتعبونا شوية. فلو احنا محتاجين ان احنا يعني ما نتعبش قوي معاهم ونقعد نحل في مشاكل كتير، ممكن نقسمهم على جزئين. نخليهم على جزئين بالشكل ده كده، كل جزء واخد الدايركشن الهوريزونتال، ونلغي دي كده نخليها اللي هي واخده دايركشن داونورد اللي هو الفيرتيكال يعني. ونخليهم بقى كلهم يعملوا فيل كونتينر. ونشيل بقى خالص قصة المينيمم ويتس دي. لو عملنا كده وشلنا المينيمم ويتس عملناهم في الكونتينر، ممكن بقى نخليهم ان هم كده يظهروا في النص. احنا كده عالجنا المشكلة. مش هيعملوا معانا مشاكل كده خالص، ويفضلوا مهما ان انا اوسع في الفريم بتاعي يعني يبقوا تمام جدا معايا. ممكن اجي بقى عند الفريمز بتاعتي كده من جوه اعمل لها سيلكت كلها واخلي الماكسيمم ويتس بتاعهم 1128 بكسل بحيث ان هم ما يقعدوش يتمطوا للاخر خالص معايا. يعني يجوا عند جزء معين كده ويقفوا. طبعا هم هنا مش بيتحركوا معايا لان تقريبا مش معمولين ليفت اند رايت بالظبط كده. لو جيت جربت دلوقتي اهو لقيت ان هم بيجوا عند وضع معين وبيثبتوا اللي هو 1128. لو جيت عملت لهم سيلكت كده لقيت ان هم 1128. ده كلام جميل جدا. احط الهيدر بقى بتاعي مع الكونتنت اللي جوه الفريم ده وهخليه فوق خالص كده. وبرضه هعمل بقى نفس الكلام، هخليه اللي هو في الكونتينر. وبرضه هاجي عند الماكس ويتس اخليها 1128 بكسل. نطلع بس الاجزاء دي كده فوق شويه. لو جيت اتست بقى دلوقتي هلاقي ان الهيدر بتاعي خلاص كده ماشي مع باقي الاليمنتس. هي بس اكتر حاجه مش مظبوطه هنا ممكن الاور بارتنرز اللي احنا بس محتاجين نظبط الويتس بتاعها شويه عشان هي صغيره قوي. ممكن بس نشوف التو روز اللي احنا عملناهم دول ممكن نخليها في الكونتينر. ولو جينا هنا بصينا هنلاقي ان هي شكلها ظبط كده شويه وكده تمام قوي الديسكتوب بتاعنا. نيجي بقى عند التابلت. لو جينا عند التابلت ديزاين هنلاقي ان هي اول ما بتتحول تابلت ديزاين ممكن بس الزراير كبيره يعني زياده عن اللزوم. فممكن نيجي عند الزراير ده الايباد ميني ده التابلت، ممكن نسلكت الزراير طيب كده ونخلي او ممكن مثلا نخلي السكشن بتاع الزراير نفسه الاوتو لاي اوت بتاع الزراير نفسه هو اللي نديله الماكسيموم ويتس. ممكن نقول مثلا ماكسيموم ويتس 760 مثلا ونجرب كده يعني نتست مع بعض. دي حاجه بقى راجعه لنا احنا يعني. ممكن كده برضو لسه كبير شويه، ممكن نديله نفس الويتس بتاعه اللي هو مثلا 680 برضو، ما يزيدش عن 680 يعني. يقل انما ما يزيدش يعني ممكن. ده كلام جميل جدا. هو كده اعتقد لطيف يعني. الهيدر برضو بتاعنا بصوا في برضو مشكلة كده، يلا نحلها بسرعة. نيجي عند الهيدر هنا نخليها left and right بس انه يتحرك برضو معايا. ده كلام جميل. اجي عند 567 دي بتاعة الموبايل كده، هو خلاص تحول موبايل. وطبعا هو يعني في جاب كده في اليمين والشمال مش ألطف حاجة. فتعالوا كده نشوف ممكن نظبط الدنيا دي ازاي. نعمل سيلكت للهيدر نخليه ليفت اند رايت، نبص كده نلاقيه ظبط عسل قوي. نعمل سيلكت بقى لكل الحاجات دي كمان كده ونخليها برضو ليفت اند رايت. هنلاقي ان هي ظبطت كده شوية وشكلها ألطف كتير. المسافة دي كبيرة قوي. ممكن نظبطها كده. كنا بنقول 92. اعتقد كده تمام. ممكن بس نطول بتاع ده كده شوية. طيب كده تمام. هو بس السيركلز دي احنا محتاجين ان احنا نظبط بس الكونسترينتس بتاعتها نخليها رايت عشان هي كانت عماله تروح معانا يعني بطريقه غريبه كده. فمحتاجين نظبطها كده شويه. اوكي كده اللي فوق دول بيبقوا شمال يعني بيتعملوا الكونسترينتس بتاعتهم ليفت اند توب
باي ديفولت، فاحنا مش محتاجين نغيرهم خالص. طيب انا في الموبايل بقى ممكن اظبط الجزء اللي هو بتاع وات وي دو ده. ممكن اجي هنا مثلا اخلي ان هو اصلا لو عملته في الكونتينر دلوقتي هلاقيه ان هو واخد الكونتينر كله بالعرض وشكله غريب جدا. محتاج ان انا اديله ممكن بقى مينيمم ويدث مثلا، ممكن اقول 1، ممكن 200 مثلا، نجرب. طيب 200 كده ظبطت، خليتها في 2 كولومز، خلاص مش مشكله كده، شكلها لطيف. تعالوا نشوف كده لما نقلل اكتر، خلاص كده هتبقى في كونتينر واحد وتمام. انا وصلت دلوقتي 354 والاور بارتنرز نزلت تحت برضو، دي محتاجين نبص عليها. ممكن مثلا نقلل شويه العرض بتاعها، نخليها وليكن 100 مثلا، وبعد كده نخليها في النص. طبعا هو في حلول كتير ممكن نقعد نظبط بيها، بس يعني سريعا كده احنا بنشوف ايه الحلول اللي احنا ممكن نعملها. بس زي ما احنا شايفين كده ساعات برضو بتيجي في اوقات تبقى على 3 صفوف، فاحنا في اي وقت قابلتنا المشكله دي احنا ممكن يعني على طول كده نخلي كل واحده فيهم في رو لوحدها، بحيث ان احنا نعرف نتحكم فيها بقى بعد كده بسهوله وما تقابلناش المشاكل بتاعه الراب. ونخلي الدايركشن بتاعها فيرتيكال دايركشن. لو انا عملت كده وخليتهم ان هم اصلا كلهم في الكونتينر، تعالوا نجرب كده نشوف، هنلاقي ان الدنيا كده افضل كتير جدا. ودايما هم موجودين على 4 صفوف ايا كان العرض بتاع شاشه الموبايل. زي ما احنا شايفين برضو عندنا في التابلت في مشكله في الاور بارتنرز، برضو دي ممكن نعمل لها حل زي ما قلنا، ان احنا نقسمهم تقسيمتين، ما يبقوش كلهم في نفس الاوتو لاي اوت، نعملهم على 2 روز ونعمل الاتجاه بتاعهم فيرتيكال. لو عملنا كده هتبقى دايما مظبوطه، وممكن ساعتها نعمل سيلكت لكل الاليمنتس اللي جوه ونخليهم في الكونتينر. ولو جينا هنا هنلاقي ان الدنيا كده بقت تمام جدا، ونخلي الفريمز بتاعتهم برضو في الكونتينر، نلاقي ان الدنيا كده ظبطت قوي ومفيش اي مشكله خالص. وبكده خلاص نكون بقى عالجنا كل المشاكل اللي احنا ممكن نقابلها، ويكون عندنا هو فريم واحد بالظبط. كل لما بنيجي نعمل له اكسبانشن بيتحول لشكل ديفايس مختلف. عندي هنا التابلت وعندي كده الديسكتوب ابتدى معايا لحد الاخر خالص بيبتدي يكسباند ومفيش مشكله خالص، وده باستخدام البلجن بتاع البريك بوينتس. وده كده الفيديو بتاع البريك بوينتس. ده طبعا الفيديو اللي بيكمل الريسبونسيف ديزاين اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات. اتمنى كده نكون غطينا كل حاجه ليها علاقه بالريسبونسيفنس. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير، ولو حابين ان انتوا تشوفوا فيديوهات اكتر ممكن تعملوا سبسكرايب للشانل. طبعا لو في عندكم اي اسئله او اي مقترحات ممكن تسيبوها لي تحت في الكومنتس. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.